السلام عليكم ومرحبا بكم في جديد أخبار المغرب اليوم. قبل ما نبداو دعمونا بالاشتراك في القناة وديروا لايك للفيديو وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد أخبار المغرب اليوم. أفادت مصادر مطلعة أن عناصر الدرك الملكي بحث سوالم قامت بتوقيف شخص ينتحل صفة وكيل الملك، وأفادت نفس المصادر أن سبب توقيف المعني بالأمر جاء بناء على شكاية تقدمت بها سيدة من مدينة واتزم إلى المصالح الأمنية توضح فيها أنها تعرضت للنصب والاحتيال من طرف شخص يدعي أنه وكيل للملك برئاسة النيابة العامة، حيث منحته مبلغا يناهز 70,000 درهم قصد تشغيل ابنها، وجرى تنسيق أمني بين مصالح الشرطة والدرك الملكي ليتم اعتقال المعني بالأمر رفقة مساعد له والذي يعمل كجزار بجماعة السوالم بأحد المقاهي. وقد تم اقتياد وكيل الملك المزيف إلى مركز الدرك الملكي بحث سوالم للتحقيق معه في محضر رسمي. شكرا لكم وأسعدكم الله. ما تنساوش تدعمونا في القناة وتديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.